عارف إن عروسة البحر اللي بتعيش في مرسى علم مش مجرد سمكة كبيرة، ده حيوان ثدي مسالم جدًا، والعلماء لما فحصوا تكوينه لقوا مفاجأة مثيرة بتربط بينه وبين الفيل في صفات تشريحية متطابقة. تعالوا نعرف مع بعض إيه هي أصل الحكاية. الديجونج أو بقرة البحر كائن فريد من نوعه، العلم رصد تشابهات مدهشة بينه وبين الفيل. الأنياب، الديجونج عنده أنياب صغيرة بتظهر لما يكبر تشبه أنياب الفيل، والغدد اللبنية مكانها تحت الزعانف الصدرية بالظبط زي مكانها عند أنثى الفيل. ملمس الجلد وسمكه وتوزيع الشعر البسيط عليه بيتطابق مع جلد الأفيال، حتى شكل القلب وتكوينه الداخلي فيه تفاصيل مش موجودة غير في الفصيلة دي. البحارة زمان من بعيد كانوا بيشوفوا الأم وهي شايلة ابنها وبترضعه بطريقة تشبه البشر، فطلعت أسطورة عروسة البحر. لكن الحقيقة إنه كائن بيعيش على أكل الحشائش البحرية، وبيوصل وزنه ل 400 كيلو، وموجود عندنا في مصر ككنز بيولوجي نادر في منطقة مرسى مبارك بمرسى علم. عظمة الخالق بتظهر في تنوع الكائنات وتشابه صفاتها في بيئات مختلفة تماما. قول لي في التعليقات، كنت تتخيل إن في كائن بحري بيشارك الفيل في الصفات دي؟ ولو رحت مرسى علم هتحب تقابل أشهر دجونج في مصر؟ يلا سلام.